تعال اقول لك يا عزيزي الزملكاوي، اللعيبه اللي الزمالك هيقول لهم شكرا على خدماتكم معانا ومش هيكونوا موجودين مع الزمالك الموسم الجديد. قبل ما نبدا يا جماعه كده نصلي على النبي ونعمل لايك حلو كده علشان يوصل لاكبر عدد من الزملكاويه الحلوين، ونبدا باول لاعب معانا. وللامانه يا جماعه انا مستغرب انه موجود لحد دلوقتي مع الفريق. اللاعب هو محمود جهار، يعني اللي من ساعه ما جه الزمالك وهو دايما هتلاقيه مصاب، والزمالك ما قدرش ان هو يستفيد من اللاعب ده باي حاجه، دايما هتلاقيه مصاب. كل ماتش محمود جهاد ده نزل مع الزمالك عمل فارق. نزل الزمالك كان محتاجه ولقاه مفيش. محمود جهاد ده اكتر صفقه الزمالك شربها للامانه، علشان كده محمود جهاد بنسبه كبيره هيكون خارج الزمالك الموسم الجديد. واللاعب التاني يا جماعه احمد حمدي، اللي خلاص انهى كل شيء مع الزمالك. احمد حمدي صاحب هدف الفوز بالكونفدراليه خلاص مش هيكون مع الزمالك الموسم الجديد. واللاعب الثالث يا جماعه بارون اوشونج، اللي انا مش عارف مين اصلا جابه الفريق. يا جماعه ده محمد ابراهيم الناشئ بتاعنا افضل منه بمراحل، ولكن هنقول ايه بقى، منه لله اللي كان السبب في وجود اللاعب ده داخل نادي الزمالك. واللاعب الرابع يا جماعه سيف الدين الجزيري، اللي مستواه الموسم ده ما كانش احسن حاجه. سيف الجزيري ليه ماتشات حلوه كتير مع الزمالك، بس خلاص يا جماعه الزمالك ناوي يجيب لاعب اجنبي مكانه، فالجزيري بنسبة كبيرة هيكون خارج الزمالك الموسم اللي جاي. واللاعب الخامس يا جماعة اللي عامل كوارث الموسم ده وأغلب جماهير الزمالك مش حابة تشوفه في النادي هو محمد صبحي، اللي الأمانة خد فرص كتير وخد دعم كبير من جماهير الزمالك، وفي الآخر ما كانش يستاهل الدعم ده. علشان كده صبحي بنسبة كبيرة هيكون خارج الزمالك الموسم الجديد. هم دول يا جماعة الخمس لعيبة اللي بنسبة كبيرة هيكونوا خارج الزمالك الموسم الجديد. قول لي بقى في التعليقات، هل شايف لاعب من الخمسة دول يستحق يكون موجود مع الزمالك؟ وقول لي كمان في التعليقات اللاعب اللي من وجهة نظرك اللي المفروض يكون خارج الزمالك مع الخمس لعيبة دول. وبس كده.